السلام عليكم، ازيكم حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير. لو انت زيي بتزهقي من المواعين الكتيرة بعد الطبخ بعد اي وجبة، الفيديو ده ليكي. هتعملي الاكلة دي متكاملة: فراخ، خضار، رز، كل ده في كيس واحد بس، ومن غير ولا حلة ولا طاسة. وكمان بقى حاجات كده دايبة ومستوية في منتهى الجمال. يلا بينا نشوف عملنا الوصفة الحلوة دي ازاي. اول حاجة هنتبل الفراخ بزبادي. عندي طماطم او معجون طماطم، عندي كاتشب، وعندي هوت صوص، يعني ده طبعا حسب الرغبة. وشوية كده توابل هكتبها لكم تحت في صندوق الوصف. وكمان عندي ليمون، بعصر كده ليمونة حلوة دي لفرخ. وكمان شوية زيت زيتون أو زيت عادي. ودي معلقة كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة. هنقلب كل المكونات دي مع بعض. وهنكون الفراخ بتاعتي دايما بنقعها في محلول النقع بتاعي من بالليل، واحطها في المصفى اتصفى. وبعد كده اشرحها شوية كده الصدر او الورك. زي ما انتوا شايفين انا شرحت كده الصدر والورك بالسكينة. واتبل بقى الفراخ دي كويس قوي من اول ما اصحى كده، واسيبها بقى لغايه وقت الاكل. انا بحب اشوح بقى الخضار اللي هحطه مع الفراخ. ممكن تحطيه عادي، بس انا بصراحه التشويحه دي بتدي طعم حلو او مختلف. حطيت شويه زيت، قطع زبده. نزلت بالجزر الاول لان هو بياخد يسوى شويه. وبعد كده نزلت بالبطاطس البصل. وبعد كده نزلت بفصوص توم سليمة. انا عندي كان فاصوليا والبسلة فروزن، فحطيتها في الاخر تقليبه وقفلت، يعني ما سبتهاش على النار. بعد كده الرز بتاعي بحط عليه شوية زيت وملح وقطعة زبدة، بيدي طعم حلو قوي. وشوية بقى المنكهات اللي هو لورا وحبهان وقرنفل وقرفة، عودين قرفة. واللومي ده بحب اكسره كده، بيدي طعم حلو قوي. اقلبه كويس قوي بحيث ان الرز يتخلط كويس مع الزيت عشان يبقى مفلفل. اجيب كيس الفرن اللي احنا بنعمله فيه الفراخ او اللحمه. هنحط طبقه خضار، وبعد كده طبقه رز، وبعد كده طبقه خضار، طبقه رز، على حسب الكميه بتاعتك. وبعد كده هننزل نحط الفراخ بتاعتي، ونحط الصوص بتاعي كله في الكيس. انا عندي دول مكعبين الزعفران، طبعا عشان الزعفران غالي. اما تجيبي بودرة زعفران تدوبيها في شوية مية وهتصبيها كده على الاطراف. هنربط الكيس، بأي زيادات نقصها. وهنخمها بخلة بسنة سكينة. هنحطها في فرن عالي في أول ربع ساعة. ومهم جدا دي صينية لازم أحط فيها مية سخنة، ولازم أتابعها عشان لو المية السخنة دي نشفت لازم أزودها مية على طول عشان الرز يطلع مستوي، ما ينشفش الرز من تحت. وهي دايما دي اللي هيعمل لي البخار اللي هيستوي فيه الرز والفراخ. بداية أول ربع ساعة هخليه على نار عالية، طبعا يبقى لازم الفرن سخن من قبليها. وبعد كده أوطي النار ل200 درجة، واسيبها بقى حوالي ساعة لساعة ونص على حسب حجم الفرخة. شايفين الرز مفلفل ومستوي؟ عاوزة اوريكم من تحت كمان، طلع لكم من تحت عشان تتأكدوا. بصوا مستوي جدا، وريحته بقى ما اقولكوش. والفراخ دايبه. اوريكم بس العظمه عشان هي سخنه جدا. اوريكم بس العظمه بتطلع من الفرخه ازاي، مستويه جدا يا جماعه. اهم حاجه حطوها في المحلول النقع اللي انا بحطه فيه دايما ده. ده هيسهل الموضوع معاكم وخليها تستوي تبقى دايبه.
بس كده شفتوا بقى جمال احلى من كده؟ اكله كامله متكامله عملناها في كيس واحد، وفوتي وقت ومجهود، وريحت دماغي من المواعين اللي بعد كل اكله. جاوبوها وقولوا لي رايكم في الكومنتات، واستنوني في وصفه اسهل واطعم المره الجايه. بس ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب للقناه وفعلوا الجرس على الكل. اقول لكم بالهنا والشفا والسلام عليكم.